كل واحد فينا عنده حلم نفسه يحققه وشايف إن دي رسالته في الحياة، ولما بتوصل لحلمك بتحس إن الدنيا بتضحك لك وجه وقتك. عشان كده بيبقى إحساس قاسي جدا على كل واحد مجبر يعتزل الحاجة اللي بيحبها. وكتير من الممثلين والنجوم عدوا بظروف قاهرية خطفتهم من عز النجومية والنجاح. في حلقة النهاردة هنكلمكم عن نجوم كبار أجبرهم المرض إنهم يبعدوا عن شغلهم اللي بيحبوه. وما تنساش في البداية تعمل لايك للفيديو وتشترك في الصفحة عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة. مؤمن زكريا قيمة كبيرة للتركيز على الله يا مؤمن زكريا. نصيب ان انا اروح الوقت ده، نصيب ان انا اقعد، الحمد لله راضي، ما عنديش مشكله. طول الفترة دي كنت بتعمل ايه؟ قاعد مع مراتي وابني ووالدتي ووالدي. اتكلم بجد. والله قاعد في البيت؟ قاعد في البيت. ما مرنش؟ لا ما اتمرنش. معروف إن لاعبي كرة القدم بيبقوا معرضين لإصابات بالغة أثناء الماتشات والتدريبات. مؤمن كان دايما بيشتكي من ألم في عضلاته برغم إنه ما كانش بيتدرب تدريبات مرهقة، وبعد فترة ما كانش عارف إيه مصيره فيها، لكنه اتأكد إنه جاله مرض نادر واحد بس من كل 2 مليون بيتصاب بيه، وده كان مرض التصلب الجانبي اللي بيسبب ضمور في العضلات. وانتهت حياة الكابتن الكروية من غير رضا. لا هتزيد ليه يا عم، لسه صغير. مش الاوفر. لا. سمية الألفي. برغم إن الفنانة سمية الألفي اعتزلت الفن من سنين كتير وقالت إنها ما بقتش تحب التمثيل بسبب إن الأدوار اللي كانت بتتعرض عليها ما كانتش مناسبة وكان كلها سذاجة، إلا إنها بعد ما عمرو الليثي اتحايل عليها عشان ترجع في برنامج واحد من الناس وعدته إنها هتفكر ترجع تاني. بس مع الأسف الحزن والمرض ما سابلهاش الفرصة إنها ترجع تاني. الاكتئاب سيطر عليها بعد وفاة أبو ولادها الفنان فاروق الفيشاوي، وبعد فترة دخلت في مشكلة صحية لما اكتشفت إنها مصابة بسرطان الثدي. عملت عملية وبدأت تتحسن بعد ما استأصلوا الورم، لكن بعد التحاليل اكتشفوا إن الكانسر كان من نوع نادر شوية، وكل الأزمات والضغوطات اللي تعرضت لها منعتها من رجوعها تاني للتمثيل. يوسف فوزي. الفنان يوسف فوزي بدأ حياته الفنية من السبعينات. جالي عروض كتيرة جدا، والله العظيم 3، والله العظيم 3 جالي عروض كتيرة جدا، كتيرة جدا جدا، يعني حاجة سبحان الله. منهم نصهم اللي هو عنده شلل عشر، بقول انا ما بعتذرش عندي شلل، قال لي ما هو الدور معدول عشان كلكم عاملين الدور ده، اسمعنا دلوقتي يعني الدور ده بيخدم في ايه ويساعد في ايه؟ يعني مش عارف، لقيت مش مقتنع خالص. كنت ومثل في أفلام كتير زي حنفي الأبهة والنمر الأسود وليلة القبض على بكيزة وزغلول، بس أهم أدواره اللي عملت نقطة تحول فنية في حياته بتصريح منه كان مسلسل أوبرا عايدة. بس عمره ما كان يتخيل إن الأيام تلف وتدور ويتصاب بنفس المرض اللي مثله. وصرح في أكتر من مناسبة إن بداية إصابته بالمرض كانت في 2013، وساعتها اضطر يوقف تمثيل لفترة طويلة، لكنه رغم مرضه رجع تاني للتمثيل بعد سنين وظهر في ولي العهد وأرض النعام. لكن فضل الموضوع مرهق جدا لأنه ما قدرش يداري الرعشة اللي في إيده طول الوقت، وده صعب على شخص مصاب في حالته. ده غير كمان إنه معظم الأعمال اللي كانت بتتعرض عليه كانت مساحتها صغيرة وليها علاقة بمرضه، وهو كفنان ما قبلش إن أدواره تنحصر في النوعية دي، وللأسباب دي كلها قرر إنه يعتزل بشكل نهائي. نضال الشافعي. ما تضغطش على أعصابك، إن بدنك عليك لك حق، يعني خلي بالك من نفسك، الدنيا ما تستاهلش إن أنت تحرق دمك، الموضوع أبسط من كده وكله هيعدي والدنيا ماشية، فطول ما أنت واقف على رجليك هو ده المهم. الفنان نضال الشافعي كان ملازمه شوية حظ سيء. بعد ما خلص تصوير فيلم ميني بار اتعرض لضغط نفسي شديد بسبب منتج العمل. معانا السيدة هند محمد زوجة الفنان نضال الشافعي. أهلا بيك يا فندم، ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك يا فندم، ازي حضرتك، عامل ايه؟ والله هو الموضوع باختصار بسيط جدا. نضال كان بيعمل فيلم وكان فيه طبعا اتفاقات وشروط وحاجات كانت مفروض تتعمل، فطبعا ما فيش حاجة منها اتعملت، وفجأة لقى نفسه قدام فيلم ممكن قدام الناس يهز صورته، وطبعا ده كان شيء مش لطيف جدا. وحاول هو بقدر الإمكان يعني
محاولات كتيرة قوي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وطبعا كانت الجهة الإنتاجية ما كانتش متعاونة نهائي. ونضال بطبعه إنسان هادي وإنسان مهذب جدا، فما بيعرفش يخرج انفعالاته أو بيخرج يعني اللي جواه بشكل مش لذيذ، أو إنه ينفعل على حد أو يزعق أو يعمل، فكتم جدا جواه اللي حصل. وهو طالع من الاستوديو ركب العربية بتاعته طبعا وكان منفعل جدا، وحصل ثقب في القولون بسببه قعد في المستشفى فترة طويلة وما كانش قادر يرجع شغله تاني. معجزة يعني معجزة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. انت كنت داخل في تطورات لحالة ممكن تؤدي بيك لغيبوبة، الله أعلم ممكن تفوق منها إمتى، الله أعلم ممكن ما تفوقش منها خالص. المنتصر بالله كان من أهم ممثلين الكوميديا في مصر. قصدي رتبته ايه؟ نكيب. نعم؟ ايه؟ نكيب. وقال له بقى انت قاعد هنا يا حامد وسايبني اضرب في الراجل اللي قاعد هنا. يطلبه اجيبه له معايا لحد الترابيزه. لحد الترابيزه؟ لحد الترابيزه. طبعا يشطب عليه وهو قاعد. لا احنا ما عندناش النظام ده يا صاحبي. ليه؟ غلط يا فندم. غلط؟ ايه الغلط في كده؟ شطب عليه وهو قاعد. طبعا. ما قلتش كده. ما قلتش كده ده ايه؟ ايه اللي ما قلتش كده؟ عيب. لا مش عيب. عيب ايه؟ انت المحل يتجمع. لكنه ما توقعش انه في يوم هيبعد عن الفن غصب عنه، وده حصل لما جات له جلطة في المخ سنة 2008 وبسببها بعد عن التمثيل لمدة 2 سنين. في ناس كتير ما سألوش فيا، كنت متخيل ان هم يبقوا موجودين يعني او يسألوا فيا بالتليفون. الفن خلاص قفلت على ناس بيشتغلوا دلوقتي الحمد لله، وناس منسيين زي انا بعتبر نفسي منسي. شريف الدسوقي. امال يعني ايه؟ عاوز تهزقني؟ ولا عايز تخليني ماليش كلمة قدام الناس؟ ابدا يا بابا، مرة واحدة استعملت حقي. لا كده ضغط كتير عليا، انا هفتح زرار ولا هتكلم. اكتشف الفنان شريف الدسوقي مرضه بعد تصويره لفيلم وقفة رجالة حصلت له إصابة بسيطة، وما كانش يعرف إنها ممكن تتحول لشيء خطير، وده بسبب إصابته بمرض السكر. وكانت النتيجة إنه تم بتر رجل الفنان، وعانى من اكتئاب وعزلة لفترة بسبب الإشاعات اللي طردته بعد اللي حصل. غلط لما اقول للاستاذ شريف زلط، انا ليا دفعه من حقي اخدها، فيتقال لي ان انا قلت عليه نصاب، او جريده تطلع تقول انا بقول لك عايز اتعالج، تقول لي ايه اخبار المصحه اللي نزلت فيها يا شريف؟ ده كلام يا استاذ عمرو. الاستاذ اللي كان رافع عليا قضيه مش هسيبك والله، انا قلت لك مش هسيبك، يعني مش هسيبك ومش مسامح، ومهما حطيت ناس ما بيننا عشان يصلحوا يا شريف يا زلط انا هفضل وراك وهعليك للناس. وانا بقول لك اهو خدها عني عن نفسي، لو انطبقت السما على الارض مش هشتغل مع العرض جروب تاني، لو هبطل المهنه. ليه يا عم انا معاك ايه؟ يا بيه لحد دلوقتي محدش سأل فيا ما بعتليش جنيه. انا اللي شايلني يا احمد الجنايني، يعني ينفع يبقى ليا فلوس عند الناس وادور اشحت؟ علاء ولي الدين. الراحل علاء ولي الدين مر بصعوبات كتير بسبب مرض السكر والسمنة المفرطة. واقف في الطابور وبتهرط في راسك يا ورد. سمبي ابو صلاح، دي شهادة وفاة بابا. ونسمع سلام لشهادة الوفاة. بتجي هناء يا دي المصيبة، قطع قلبي من الصبح. بتجي هناء. على عكس باقي الفنانين، الموت هو اللي خلاه يعتزل الفن وما كملش بسببه آخر أفلامه اللي كان بيحمل اسم بالعربي تعريفة مع حنان ترك. شريهان نجمة الفوازير والاستعراضات عانت من أمراض وانتكاسات كتيرة في حياتها، لكنها قدرت تسيب بصمة حب كبيرة في قلوب محبيها وكل اللي اشتغلت معاهم. شريهان يعني دورها ايه في حياتك؟ هي قلب بيركب له بني ادمه، عباره عن قلب كبير قوي تحس بكل اللي حواليها. في 1990 اتعرضت لحادث سيارة بشع وقالوا إنها اعتزلت الفن وفضلت سنين مش بتتحرك، وكان رأي الدكاترة إنه مفيش أمل إنها تمشي تاني،
لكنها عندت فيهم وقاومت ورجعت وقفت على رجلها وقدمت مسرحية محمد علي. وفي 2002 واجهت صدمة جديدة لما اكتشفت إنها بتعاني من سرطان الغدد اللعابية، لكن المرة دي اتكسرت والمرض أجبرها تعتزل لسنين طويلة لحد ما رجعت في إعلان فودافون 2021. ودي كانت نهاية الحلقة، أتمنى تكون عجبتكم. ما تنساش تعمل لايك للصفحة عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة.